بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. النهاردة هنفرز مع بعض الخضرة والبسلة. دلوقتي كتيرة في السوق ورخيصة، بنجيبها ونفرزها، بتقعد معانا الصيف كله. طبعا الخضرة في الصيف بتكون قليلة، وبتكونش حلوة، وبتكون غالية. لكن دلوقتي في الجو اللي احنا فيه ده الخضرة بتكون كتيرة، وجودتها بتكون كويسة وطازة. بنجيب الخضرة، الكزبرة والبقدونس والشبت، وبشيل الأطراف والجذور اللي في الخضرة. هنا ده الشبت، بشيل الجذور بتاعته. وهنا معايا الكزبرة، او البقدونس. البقدونس بيكون لونه اخضر جامد عن الكزبرة. اللي معايا هنا دي الكزبرة، وبنقي الخضرة اللي معايا من اي حشائش فيها او اي حاجة مش كويسة، وبعدين بنغسلها غسلة كويسة، وبنسيبها تتصفى تماما لحد ما تنشف وما يكونش فيها اي مية، وممكن تنشفيها بفوطة نظيفة. وبعدين بتقطعيها بمقص او بسكينة، وبعدين بنعبيها في الاكياس بعد ما تكون نشفت تماما من المية، وبنخرج الهواء اللي فيها بالشكل ده. بنبطط الكيس، وبنخرج اي هواء فيها، وبعدين بنقفل الكيس قفلة كويسة، وبنحاول نبطط الكيس بالشكل ده علشان ما ياخدش معانا مكان واحنا بنرصهم في الفريزر. الطريقة جميلة لتفريز الخضرة، وبكده مش هتشتري الخضرة طول فصل الصيف، وهتستخدمي الخضرة لوصفاتك للمحشي او العجة او اي وصفة تانية بتستخدمي فيها الخضرة. هنا ده كيلو ونص من الجزر، غسلناه وقشرناه. وهنا فصصنا البسلة وغسلناها وسبناها ليلة كاملة علشان تنشف. طبعا الجو برد ومش هيجرى لها اي حاجة. لو حابة تعبيها على طول بعد ما تغسليها كويس جدا، ممكن بفوطة نظيفة وتنشفيها كويس جدا، وبعدين تعبيها في الأكياس علشان ما يكونش فيها أي مية، علشان ما تبصش مننا البسلة. شايفين البسلة ناشفة خالص وما فيهاش أي مية. هقطع الجزر اللي معايا وهنعبي البسلة. طبعا دول 3 كيلو من البسلة، هعبيهم في 6 أكياس، كل كيس نص كيلو. هنا قطعنا الجزر وعبينا البسلة. أنا هنا عبيتهم على 5 أكياس. حسيت ال6 أكياس كمية البسلة هتكون قليلة، وقطعنا الجزر على حسب كمية البسلة. ممكن تقطعي على الكيلو. احنا قطعنا على 3 كيلو بسلة 1.5 كيلو من الجزر، ووزعناهم بالشكل ده. طبعا البسلة لما تكون عندك في الفريزر بتكون تحت ايدك، وبتخرجيها على طول وبتسويها، لان من اساسيات التفريز بتخرجي الخضار على طول وعلى حلة التسوية على طول، علشان الخضار ما ينزلش المية اللي فيه ويبوظ ويجلد منك. وما بنكترش الجزر. الكمية اللي حطيناها على البسلة اللي معانا مناسبة جدا.
وانتي على حسب احتياجاتك بتجيبي الكمية المناسبة اللي هتفرزيها وبتعمليها بنفس الطريقة. اهم حاجة انك تنشفيها كويس جدا من المية. بتقعد معاكي فترة طويلة، حوالي 6 شهور. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتتابعوا فيديوهاتنا الموجودة على القناة، واستنونا في فيديوهات تانية بمشيئة الله.